السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي، لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ومكملين في سلسلة أكل المطاعم، النهاردة هنعمل مع بعض الكشري هنعمله النهاردة في حلة واحدة وهنعمله بكل سهولة وهيطلع معاكي تحفة البصل هيطلع معاكي مقرمش، بس أهم حاجة تابعي الخطوات معايا للنهاية. عندي شايفين زيت غزير وده علشان البصل والزيت ده مش هيترمي، احنا هنكمل بيه بقية الوصفة. عندي هنا كمية من البصل وكشري يعني بصل كتير. عندي كمية حوالي كيلو من البصل، هبتدي انزل عليه بمعلقة كبيرة من نشا الذرة، وبعد كده اقلبهم كويس مع بعض. علشان البصل يطلع معاكي مقرمش لازم الزيت يكون سخن بس مش سخن جدا. تمام، وبعد كده بيبقى على نار متوسطة، لا هي هادية ولا نار عالية جدا. شايفين كل ما له اللون، بس حاولوا ما تسيبوش البصل خالص. هنا اللون هو مش غامق ولكن الحلة لونها اسود من جوه، فاللون مبين لكم ان هو غامق. شايفين انا هقرب لكم الكاميرا، اللون بتاعه فاتح. يستحسن ان احنا نسيبه افتح من كده شوية علشان البصل لما بيقعد بيغمق شوية، فيا ريت نخرّجه لون أفتح من كده. تعالوا بقى نعمل المكرونة. عندي أو خلطة المكرونة والرز. عندي هنا كوباية من الشعرية، وطبعًا إحنا استخدمنا الزيت بتاع البصل، إحنا ما رميناهوش. عندي هنا المكرونة، أنا باستخدم المكرونة الصغيرة جدًا، تقدري تستخدمي المكرونة اللي تفضّليها، بس دي أفضل نوع مكرونة للكشري. كمية المكرونة دي كيس مكرونة حجم 400 جرام، تمام. استخدمت كوبايتين من الرز المصري المغسول. هنغسله كويس جدًا، وبعد كده كل المكونات دي أنا هاقلّبها مع بعض لغاية ما تاخد لون دهبي حلو. الخطوة دي بتخلّي المكونات تطلع مفلفلة معاكِ والرز مش معجّن، وبيطلع المكونات حلوة جدًا. أهم حاجة إحنا ما نسيبش المكونات دي ونفضل نقلّب فيها كويس جدًا. شايفين هي طبعًا لون الحلة غامق يا جماعة، بس ولكن هي وصلت للون الدهبي، أنا مش عارفة هو واضح قدّامكم والّا لأ، بس هي وصلت للون الدهبي، فأنا هنا هانزل عليهم بكيس من المكرونة الإسباجيتي. تمام، نُص كيس، يعني الكمية دي بتكفي لعائلة مكونة من 4 أفراد. أنا هنا استخدمت نُص كيس من المكرونة الإسباجيتي، وبعد كده كسرته نُصّين، وبعد كده هاسيبه كده من فوق، أنا مش هاقلّب ولا أي حاجة، وهانزل عليهم بمَيّة تكون سخنة. تمام، يعني مَيّة مغلية وننزل عليهم. طبعًا المنسوب بتاع المَيّة بيبقى فوق كمية الرز بشوية، مش بنكتر علشان المكونات ما تتعجنش في بعض. وطبعا الملح هنا حسب الرغبة، تقدري تضيفي الملح بالكمية اللي انتي بتحبيها. وطبعا احنا مش هنقلب المكرونة ولا اي حاجة، انا بس هحاول اخليها المية توصل لها من جميع النواحي. وبعد كده هغطيها واسيبها لغاية البخار. طبعا لما بيخرج على المكرونة البخار بيسوي المكرونة. هغطي دلوقتي المكرونة واسيبها لغاية طبعا على نار متوسطة حاليا، وبعد كده هنهدي النار. شايفين كده، بصوا ادي المكرونة اهو، يعني ابتدت تبقى طرية معايا علشان اقدر اقلبها. قلبي من تحت لفوق كده طبعا علشان المكونات كلها يعني تتخلط ببعض كده ويبقوا كلهم يعني شكل واحد. هغطي المكرونة واسيبها لغاية ما تكمل سوا. ودي طبعا بعد ما استوت المكرونة وكده خلاص احنا كده خلصنا المكرونة. شايفين قد ايه هي مفلفلة والرز مفلفل ما شاء الله. طبعا احنا قصة الحلة الواحدة دي مش بتهدر معانا مواعين كتير، وطبعا احنا يعني المواعين كده كده هي بتبقى موجودة، بس عايزين حاجة توفر علينا شوية. هنبدأ دلوقتي نعمل الدقة بتاعة الطماطم. عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، يكون مفروم ناعم، وابتدي اقلب المكونات دي لغاية ما تاخد الثوم معايا لون ذهبي حلو. اهم حاجة اللون الذهبي يا جماعة علشان خاطر التومة ما تبقاش طعمها مر معانا لو غمقت شوية. بعد كده هانزل عليهم بمعجون الصلصة. تمام، معجون صلصة بيتي، تقدري تستخدمي طماطم فريش، واستخدمت عليهم معلقتين كبار من الخل. نقلب كل المكونات دي، طبعا بنضيف لها ملح ومعلقة صغيرة من السكر ورشة كمون صغيرة ورشة من الشطة الحمراء المطحونة. والشطة هنا اختياري. تمام، هانزل بكل المكونات دي واقلبها واسيبها لغاية بس ما تاخد لها غلوة. طبعا انا الطماطم هنا متسبكة، فانا مش هخليها تقعد على البوتاجاز، يا دوب تغلي وهقفل عليها.
تعالوا نحضّر بقى الدقة بتاعة الشطة. عندي شوية زيت طبعًا من بتاع البصل، وعندي معلقة كبيرة من الشطة الحمرا المطحونة، تمام، وابتدي أقلّب. يا جماعة يا ريت نلبس كمامة إحنا وبنعمل الشطة دي، لإن فعلًا ريحتها نفاذة جدًا، وبتخلّيكِ اللي هو ما تبطّليش عطس طول الوقت. فهنوطّي شوية عليها النار، وبعد كده أول ما تغلي كده هننزل عليها بمعلقة كبيرة من معجون الصلصة. شايفين هي دلوقتي بتاخد لون. أول ما تبقبق كده هابتدي أنزل عليها بمعلقة كبيرة من معجون الصلصة اللي إحنا حضّرناه مع بعض، وبعد كده هاقفل عليها وأسيبها لغاية ما تبرد تمامًا ونقدر نستخدمها. هنضيف شوية مَيّة صغيّرين كده مش كتير، تمام، وبعد كده أول ما تغلي هنقفل عليها. طبعًا دقة الشطة دي اختياري للناس اللي مش بتحب الspicy، بس الناس اللي بتحب الspicy طبعًا هتحب الخلطة دي، ودي طبعًا إحنا بنشوفها في محلات الكشري، فإحنا بنبقى عندنا الفضول إن إحنا نعرف هي إزاي معمولة. آخر حاجة هنعملها بقى وهي دقة التومة. عندي تومة هنا ممكن تستخدميها إن أنتِ تشوحيها على البوتاجاز، وممكن تستخدميها نيّة كده. أنا استخدمتها نيّة، واستخدمت معاها ربع معلقة صغيرة من الكمون، وملح، وكزبرة ناشفة، ربع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهنستخدم ربع كوباية من الخل، ونُص كوباية من المَيّة، وأقلّب كل المكونات دي مع بعض. وطبعًا ناخد بالنا في إضافات الملح يا جماعة، علشان طبعًا إحنا بنستخدم الملح في كل يعني في كل الوصفات الموجودة في الكشري، فناخد بالنا علشان الأكل ما يطلعش مالح معانا، وكمان علشان أصحاب الضغط. طيب كده إحنا وصلنا للمرحلة النهائية وهي مرحلة التقديم، وطبعًا الكشري طالع يا جماعة والله العظيم الطعم تحفة جدًا، والشكل طبعًا بيتكلم عن نفسه. الكشري من أحب الوصفات طبعًا للشعب المصري والشعب العربي عامةً، بس هي الوصفة دي أصلًا وصفة مصرية. فطبعًا المصريين كلّهم بيعشقوها، وتقريبًا يعني ناس كتير يعني وجبة أساسية كل أسبوع لازم بيعملوها. طبعًا إحنا بنروح المحلات علشان نشتريها، وطبعًا طبق الكشري وصل لمبلغ وقدره، وكمان مش بيطلع زي ما أنتِ بتعمليه الحاجة على إيدِك في البيت. طيب بقى لو وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك مني كل الوصفات الجديدة. وطبعًا ما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، يا رب النصر قريب عاجل وغير آجل. أستودعكم الله، السلام عليكم.